ازاي يخترق هذه المنظومه. هو اصلا قعد حوالي شهر يتفرج على التعامل معاها، على التعامل مع المكنه نفسها. تمام. هل مثلا اللي صنعها حضرتك، وانا بقولها على الهواء وعلني، اللي صنعها هو اللي عمل الاختراق. اللي صنعها هو اللي عمل الاختراق. هو عارف ازاي الاختراق يا استاذ سمير؟ يعني ممكن يكون حد من المسؤولين بيسمعنا في الحكومه. كارت حضرتك بيباع لبعض اصحاب المخابز اللي بلا ذمه وبلا ضمير، ويضرب حضرتك اذا كان الفرن دوت حصته في اليوم 1000 مواطن. على هذا الاساس بيجي ال1000 مواطن بيضربهم في كارت حضرتك، بيضربوا له فبينزل ليه ان هو اشتغل وزع الحصه الخاصه بال1000 مواطن دول. فبالتالي حضرتك بيبيع الدقيق سوق سوداء برضه طبعا. ما هو لو باع حضرتك ب 100 جنيه هو الكسبان. يعني انا عايزه اقول على حضرتك على حاجه يا استاذ سمير، عشان برضو احنا يعني هنقول ان المنظومه بتسير بشكل كبير جدا منظم وبشهاده الجميع المواطنين الحقيقه في افران كتيره. انما طالما في عند حضرتك واقعه او واقعتين ربما رفضتهم او رفضهم احد اصدقائك يعني او عن طريق معرفتك، يعني يبقى يتم الابلاغ عن الفرن ده وعن صاحب الفرن، وعن يعني يكون في رقابه بقى من التموين تيجي وتتابع وتشوف بقى حضرتك. احنا لازم ان احنا يعني ايه نكشف فساد هؤلاء. يعني احنا بنقول على الهواء دلوقتي ان في تلاعب بيتم في بعض الافراد. اكيد لكن امال في طوابير ليه ظهرت تاني؟ لكن علشان نبقى امناء مع نفسنا لازم يتم البلاغ بشكل رسمي باسماء الافراد دهيت. لا هو لسه ده يعني الموضوع. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. باي تفسير فرن تكون مغلقة منذ الساعة 11 أو 12 ظهرا، انتهى من توزيع الحصة الخاصة بيه. حضرتك بياخد في اليوم 40 شكارة دقيق. أين حصته؟ وأين المواطن أو المستهلك؟ وأين الطوابير؟ أو أين الإنتاج؟ أين إنتاجه؟ أين المواطن الذي لم يأخذ حقه من الرغيف؟ ساكت ليه؟ ده السؤال بقى. المواطن ده هيسكت ليه؟ مش هيسكت للأسف. ما دي حلاوة شعبنا. حلاوة شعبنا. لا احنا عايزين نقول ان في توعية يا استاذ سمير. الشعب عايز الاستقرار. لا بس الشعب بقى واعي وبقى فاهم. ومنظومة الخبز دي تحديدا يمكن من كتر ما تم تناولها في وسائل الاعلام المختلفة، المواطن البسيط بقى عارف ان انا ليا حق 5 رغيفة كل يوم اخدهم. لو ما خدهمش مش هيسكت المواطن البسيط ده. طيب انا هقول لحضرتك على حاجة. في حاجة اخرى من ضمن الامور الخاصة بمنظومة الخبز، ويا رب يكون حد من المسؤولين سمعنا. في المفروض هالك يعني بتتكبده الدولة خارج المنظومة كمان 5000 رغيف للمخابز. دول بقى يعني ممكن صاحب المخبز بيشوف واحد غلبان على قد حاله، بيشوف واحد مثلا يعني مثلا حالته متردية فبيديله مثلا 10 أرغفة 20 رغيف 15 هكذا. وفي منها يعني سوري يعني اللي هي السحلة، العيش السحلة، العيش اللي هو غير مطابق للمواصفات فبالتالي بيتم عزله عن العيش السليم الذي سيقدم للمواطن. تمام. وفي نفس الوقت كان بيروح للمواشي. فطبعا ده من ضمن الايه ال 5000 الهدف. ده يعني ايه، دي حاجه كده الدوله عاملاها زي نصاب كده يعني عدد معين. تمام. وفي حاجه اخرى خارج البطاقه الذكيه، في حاجه اسمها يعني ناس بتقدم بحوث اجتماعيه على اساس ان هي يبقى ليها حصه في الخبز فقط لا غير. صحيح. فبيروح وبياخد ورقه، فالورقه دي بيمضيها له مثلا المسؤول عن الفرن او المدير المختص لهذا المخبز وبيستلم الخبز بتاعه. للاسف الافران دي للاسف بتكون مغلقه فبيضطر يروح افران اخرى، فالفرن الاخر يقول له حضرتك انت الورقه دي مش تبعي، الورقه دي باسم فلان الفلاني فحضرتك لازم تروح له. فطبعا هل انت تعتقدي حضرتك يا استاذه مها ان واحد مواطن بسيط غلبان هيروح يشتكي في مكتب التموين عشان 10 ارغفه؟ بيروح يا عيني كافي خير وشر، هي 10 رغيفه النهارده وبكره وبعده فهو ضيع حقه. وانا عايزه اقول ان كان المواطن الغلبان ده مش قادر بسيطة. ان كان بسيطة. ما انا بقول
حضرتك يا استاذ سمير وطموحاتها بسيطه، ما حدش عنده الدرايه الكافيه بالمطالبه اللي حضرتك. يعني مثلا هو مش هيروح مكتب التموين، هيروح يقول له ايه؟ طيب هيقول له لقيت المخبز قافل، يقول له بكره. انا معاك يا استاذ سمير، اذا كان هذا المواطن غير قادر او ممكن ان هو يسكت عن حقه، فانتم كصحفيين برضو واحنا كاعلام برضو لينا دور ان احنا نقول لا المسؤولين خلوا بالكم، في احنا وراهم مش واخده بالمرصاد ان شاء الله. فبالتالي يبقى يعني احنا يمكن زعنا على هواء القاهره الكبرى هذه القضيه ولم يتم اذاعه مثلا الاسماء بعينها، لكن لا. اكيد عندك الملف كامل، واكيد ان ممكن يكون في فرصه انك انت تقابل احد المسؤولين، واحنا برضو هنتابع ان لابد ان يكون هناك رقابه. لازم انا في نقطه سريعه معلش حضرتك، احنا عشان عندنا نشره. اتفضل. معلش انا اسف. اتفضل يا استاذ. هو بص حضرتك في حاجه مهمه قوي، تخيلي حضرتك لما يكون صاحب المخبز بياخد حقه كامل وهو ما باعش يعني الدقيق وخده من الدوله، وفي نفس الوقت المواطن اللي ما خدش ده حضرتك خد سلع غذائيه اخرى بديله، لانه هو بالفعل ما خدش حقه في الخبز. فاصبح بالتالي الدوله بتتكبد ضعف. يعني بالبطاقه المضروبه اللي ذكرتها لنا يا استاذ سمير اتصرف العيش، وفي نفس الوقت المواطن اللي عنده الاصليه هيروح تتكبدها الدوله. لابد ان تكون هناك منظومه رقابيه شديده جدا جدا، لازم وقفه صارمه ورقابه يعني شديده. بنتمنى ان يكون صوت حضرتك وصل للمسؤولين في وزاره التموين وفي الحكومه بشكل عام، لان احنا بنتكلم على كارت الذكي في رغيف الخبز، لكن بكره هيتم تطبيقه كمان في البنزين والسولار، فهي منظومه جميله جدا وتطور تكنولوجي رائع، لكن لابد ان تكون هناك رقابه تكون ليها رادعه، البدايه يكون ليها رادعه عشان المشتقات التي ستاتي فيما بعد باذن الله. استاذ سمير صبري صحفي ونائب رئيس جريده مصر الحره، اشكرك شكرا جزيلا لوجودك معانا ولاخلاصك ويعني انحيازك للمواطن المصري البسيط، واللي ده دورنا كلنا كاعلام وكحكومه ان تنحاز الى المواطن المصري البسيط. اشكرك شكرا. اتفضلي حضرتك.